السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. رجعت لكم تاني في فيديو جديد، يا رب يعجبكم. تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انزله. اول حاجة كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله. واول حاجة طبعا ما ننساش اخواتنا في فلسطين ان احنا ندعي لهم على طول، فربنا يا رب ينصرهم ان شاء الله. تعالوا بقى نبدأ. بصوا بقى، امبارح بالليل ما كنتش غسلت بقى المواعين امبارح عشان كنت تعبانه خالص وكده، فسبتهم الصبح وقلت اغسلهم. فانا كنت مجمعاهم كده في الحوض كلهم وكنت مظبطه المطبخ، وقلت ايه اصحى الصبح بقى اغسلهم وكده. بس بصوا جوري بقى عملت لي ايه هنا في الارض. كنت حاطه كيس كده كان فيه كام بقسماطيه كده فاضلين والبسكوت ده، فراحت جايبه الكيس بقى كده، كنت حاطاه في التربو هنا، وراحت جايه مفضيه كده زي ما انتم شايفين وبوظت الدنيا. بصوا عملت ايه. فانا دلوقتي بقى هبدأ كده ان انا اظبط المطبخ بتاعي. هلم طبعا الحاجات اللي في الارض دي الاول واشيلها واكنس كده مكانها، وبعدين بقى ابدأ ان انا اغسل كده كمية المواعين دي علشان ايه، اخلي يعني الحوض نضيف وكده. بعد ما اخلص بقى هنا همسح البوتاجاز عشان بصوا كام حاجه كده كانت واقعه عليه، فهمسحه. هو اصلا ورق الالومنيوم لسه نضيف يعني، فانا مش هشيله دلوقتي. همسحه بس كده واظبطه واشيل الحاجات اللي عليه دي كلها واخلي البوتاجاز يبقى نضيف عشان انا كنت لسه مغيراه يعني من قريب. بس فهظبط الدنيا هنا، وبعد كده هدخل جوه على الحمام عشان عندي غسيل النهارده ان شاء الله. كده هغسل. بصوا ده طبعا بتاعت الربص بتاعي. هنا كده كنت حاطه شويه غسيل، كنت مغيره الجوري امبارح وكده، وعندي طبعا هنا في الباسكت. فهبدا بقى ان انا اغسل كده الحاجات دي كلها. وطبعا في بره غسيل طبعا على الباب وكده، ورا الباب يعني بتاع اوضه النوم. فهلم بقى كل الحاجات اللي انا عايزه اغسلها وهبدا ان انا اغسلها معاكم وكده. بس الاول زي ما قلت لكم هظبط يعني هنا المطبخ. وعايزه اقول لكم ان انا بره الدنيا متروقه عندي يعني. بره بصوا هنا في الركنة يعني مفيش حاجة مكان، بس ما كنت قاعدة انا وجوري وكده. فايه الدنيا يعني هنا مفيهاش حاجة متروقة، وطبعا جوري نايمة في أوضة النوم، فمفيش حاجة يعني في أوضة النوم بايظة ولا حاجة. انا طبعا كنت فرشة حافظة السجاد هنا على الباب علشان يعني اللي داخل واللي كده، وطبعا هنا برضو علشان لما جوري بتقعد مثلا اوقات بديها حاجة في ايديها وكده عشان ما تبوظش السجادة. بس فهنا الدنيا يعني متروقة ومفيش اي حاجة. طبعا عايزة اقول لكم ان جوري من كتر ما بتشد المفرش ده، هي دلوقتي ما شاء الله اللهم بارك دلوقتي 9 شهور، فبدأت ايه بقى ان هي تشد الحاجات وكل حاجة. فكل شوية تشد المفرش ده عشان ايه، تلعب بالحاجات دي المدلدلة دي. فكل شوية تشد وانا كنت حاطة عليه اللي هي الحاجات دي، فبقيت بشيلها بقى دلوقتي بعيد عنها خالص كده، عشان هي كل شوية تشد المفرش وانا احطه، تشد المفرش وانا احطه. أنا اصلا بفكر ان انا اشيله من كتر والله العظيم ما بقعد افرشه واظبطه. بس فهنا الدنيا يعني بقى متروقة ما فيهاش اي حاجة. وهنا برضو تعالوا بقى ايه ادخل على المطبخ كده اظبط الدنيا هنا زي ما قلت لكم. فهخلص بقى كميه المواعين دي الاول كده، واظبط البوتاجاز والارض هنا، وبعد كده بقى ندخل على الغسيل. هنا بقى بصوا شغلت الغساله اهي. هبدا بقى ان انا احط كده الهدوم. حطيت فوط، اكتر حاجه عندي فوط هي اللي عايزه تتغسل. بصوا فوط كتيره جدا. فانا بقى هشغل الغساله دلوقتي كده على اول واحد اللي هو الفوط بقى والحاجات البيضه اللي عندي اهي، واظبط الدنيا بقى كده. بس انا هشغلها يعني واسيبها بقى تشتغل مع نفسها عشان هي بتاخد وقت على ما اخلص يعني برضو الحاجات اللي ورايا بره وكده، تكون هي خلصت ونشر الغسيل. فانا هسيبها بقى لغايه كده ما تخلص، وبعدين نشوف هطلع الغسيل يعني وانشره. بصوا بقى في اوضه النوم زي ما انتم شايفين هي نظيفه ومتروقه ما فيهاش حاجه. هي طبعا زي ما قلت لكم ان جوري كانت نايمه هنا، بس هي صحت خلاص. انا دلوقتي بقى هعمل ايه عشان انا كنت عايزه اغير اصلا الملايه وكده، فانا لما لقيت جوري نامت فسبتها. لكن هي دلوقتي بقى صحت وانا لسه مخلصتش غسيل، فهشيلها بقى دلوقتي معاكم. دلوقتي بقى هشيل كل الخداديات دي واطلعها كده من المخدات اهي، واغير بقى الدفايه دي. طبعا احنا بنتغطى بالدفايات دي، وكنت فرشه دي كده على السرير. فانا دلوقتي بقى هشيل الدفايه دي واشيل كمان الملايه اللي تحت دي اهي، واخليهم بقى يتغسلوا وافرش طقم جديد على السرير وكده، واشيل دول كمان المخدات وكده. فهوريكم برضو انا هعمل ايه في الاوضه. هي بس الاوضه نظيفه ما فيهاش اي حاجه غير ان انا هشيل بس الملايه بتاعه السرير عشان تتغير. وطبعا هنا الدفايه اللي في الارض دي برضو هشيلها واغسلها عشان ايه تبقى نظيفه وكده، واخلي السجاده كده تبقى نظيفه واكنس. وهنا برضو هشيل الحافظه دي، بس لما اخلص يعني هشيل بقى كل الحاجات اللي في الارض دي واكنس الارض. بس الاول اخلص الحاجات اللي فوق يعني. فانا دلوقتي بقى هعمل السرير كده زي ما قلت لكم، وهوريكم برضو انا هعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده خلاص شلت بقى
كل الحاجات اللي كانت موجودة على السرير بصوا حطيتها كده على الشباك. الدنيا شمس خالص اهي، الشباك عندي بيبقى فيه شمس خالص، فحطيت كده الدفايات وحطيت عليهم المخدة والخداديات تتشمس بقى وكده على ما اخلص. وهنا الملاية السرير كله فاضي اهو، بصوا اهي ادي الملاية والدفاية وكل حاجة. هروح بقى اغسلهم دلوقتي واخلص بقى الاوضه واظبطها، امسح بقى الكومودينو كده وامسح السرير من هنا وكل حاجه واظبطه وافرش بقى ملايه جديده واشيل. بصوا دي العروسه كانت جوري مطلعاها قاعده تلعب بيها، واشيل بقى الدفايه دي انا انفضها بره واظبط الدنيا كده. بس هروح بس الاول احط الملايه في الغساله عشان تتغسل. جبت بقى هنا زي ما انتم شايفين كده البليدج اهو، وجبت الفوطه دي وهبدا بقى ان انا كده المع السرير بتاعي من هنا كده ومن هنا ماشي، ولمع بقى الدولاب برضو هظبطه كده عشان لو في تراب ولا حاجه. طبعا انا على طول من وقت ما نضفت الاوضه وانا ايدي فيها على طول بعملها. طبعا هنا برضو انضف الكومودينو، دي بامبرزات بتاعت جوري همسحه برضو واظبطه، مفرش نضيف مفيهوش حاجه هنا. طبعا ده واحد بينادي على الموز بره ملناش دعوه بيه. برضو الحاجات دي كده واظبطها. انا مش عايزه اجيب لكم هناك شويه لان جوري بصوا قاعده بتلعب بالشنط بتاعتي وكل حاجه، فانا هنا بقى مطلعه الطقم ده كده اهي، وهظبط الدنيا بقى كده واظبط الدولاب وكل حاجه. هخلص بقى امسح كل ده وبعدين افرش الطقم، وبعد كده اشيل الدفايه اللي في الارض واوريكم بعد ما اخلص خالص بقى الاوضه هتكون عامله ازاي. بص بقى نزلت هنا كل الحاجات اهي اللي كانت موجوده كده على السراحه هنا علشان انضف يعني السراحه هنا وكده، وكمان هنزل دول. بس قلت يعني ايه اعمل اللي فوق الاول، اللي قصدي اللي تحت الاول. فانا دلوقتي نضفت دول كده هبدا بقى ان انا احطهم تاني وارصهم، وطبعا المفرش نضيف هنضفه هنفضه بس كده واحطه وارص عليه الحاجات تاني. وهنا بقى برضو هعمل نفس الكلام، هشيل كده الحاجات وانضفها واعملها. وهنا عند الكوميدينو انا نضفته وظبطت الدنيا، وهنا كده ظبطت كل حاجه، والبرواز اللي فوق ده كمان مسحته وظبطته. بس فخلص برضو هنا السراحه زي اللي تحت واظبط الدنيا هنا برضو واخلص الحاجات دي، لان انا وانا بعمل كده كنت ناويه امسحهم يعني من على الوش، فلقيت ان هم عليهم تراب فقلت لا اشيلهم كلهم وانضفهم وبعد كده احطهم تاني. زي ما انتم شايفين بقى يا حبايبي انا خلاص فرشت الملايه اهي، بصوا فرشت الطقم ده كده هو لونه بامبي ماشي. دلوقتي بقى انا هفرش الدفايه دي على السرير وكده عشان طبعا الجو بيبقى ساقع بالليل، فاحنا بنفرش دفايه وبنتغطى بدفايه. بس طبعا مش هنزل البطانيه التقيله دلوقتي يعني لسه الجو اساسا ما بقاش شتا قوي، بس هي الدفايه حلوه بتدفينا يعني. بس اهم حاجه ان احنا نفرش دفايه عشان لما ببقى اكون فرشه الملايه بس بتبقى ساقعه بالليل وبنبقى سقعانين واحنا عليها. فانا دلوقتي بقى هفرش الدفايه دي وانزل بقى المخدات والحاجات دي واحطها هنا واظبط الاوضه. بصوا الطقم اهو. بس عايزه اقول لكم حاجه، شايفين كده الطقم اللي انا فرشاه اهو، شايفين المرتبه باينه من تحت ازاي؟ بصوا علشان ايه مش فرشه الحافظه اللي تحت، فبصوا بحس كده ان الطقم خفيف وبتبقى الملايه بصوا الحاجات اللي هي مكتوب عليها بتبقى باينه ازاي. بس انا قلت مش مشكله لان انا كده كده هفرش الدفايه فمش هتبقى باينه، بس في الصيف لازم افرش الحافظه وبعدين افرش الملايه عليها. بس فهخلص بقى وهفرش كده واظبط الدنيا. خلاص خلصتها الحمد لله زي ما انتم شايفين كده، شلت الدفايه اللي كانت في الارض وكنست الارض وظبطتها، وهنا السرير فرشته كده وفرشت الدفايه دي زي ما انتم شايفين. وقفلت طبعا الشباك بقى عشان الدبان وكده والشمس، وقفلت الستاره وظبطت الاوضه كلها. مش عايزه اقول لكم البرواز التالت اللي هنا وقع، كل ما الزقه بيقع معرفش ليه الجنب ده على طول بيقع. فانا دلوقتي برضو هجيبه بس هستنى بقى لما اجيب لزق يكون جامد شويه والزقه. وهنا طبعا الدولاب ظبطته اهو، مسحت كل حاجه فيه ظبطتها. معلش يا جماعه جوري كانت بتاعتي اتخبطت بس فسكتها وشفتها. المهم بقى ان انا خلصت زي ما قلت لكم، بصوا ده المعطر اللي انا هرش بيه دلوقتي. وهنا خلصت وظبطت كل حاجه اهي زي ما انتم شايفين، وهنا كمان ظبطت الدنيا كلها وادي الكومودينو وكل حاجه. دلوقتي بقى انا هعطر الاوضه واطفي النور واقفلها كده. خلصت بقى الاوضه هنا وظبطتها. تعالوا بقى نشوف الغسيل عشان انا لسه الغساله شغاله يعني كل ده، والغساله كانت لسه شغاله. شوف بقى واطلع يعني اللي فيها واحط حاجات تانية. خلاص بقى خلصت يا حبيبي زي ما انتم شايفين ادي كميه بقى المواعين غسلتها اهي، وكمان الحوض لمعته غسلته كويس جدا وظبطته هنا. وهنا طبعا روقت الرخامه وظبطتها زي ما انتم شايفين كده، حتى غسلت هنا كمان الخلاط بتاع الحوض ده اللي هو يعني الحنفيه، وظبطت الدنيا هنا كمان. والارض اهي بقت نضيفه وظبطتها. انا بس حطيت علبه السمنه والزيت دي تحت كده، انا كنت حطاها فوق على الرخامه بس حطيتها تحت هنا. هنا ظبطت الدنيا بقى وكنست الارض كلها ظبطتها، حتى هنا برضو البوتاجاز ظبطته بس كنت بعمل اكل يعني فمطلعه الحله دي عامله فيها.
وهنا خلصت، وعايزه اقول لكم كمان ان انا خلصت غسيل هوريه لكم دلوقتي بره، بس لسه ما نشرتوش ولسه في شويه في الغساله وما طلعتهمش. فانا دلوقتي بقى هنا، بس انا حبيت بس ان انا اوريكم يعني ايه المطبخ كده ان هو خلاص. هوريكم بقى الغسيل بره، هوريه لكم دلوقتي. ادي الغسيل اهو زي ما قلت لكم، انا طلعت شويه دول ولسه في بقى شويه اللي في الغساله، بس عشان ما عنديش بلاستيكيه تانية احط فيها، فمستنيه بقى لما انشر دول كده واطلع اللي في الغساله. طبعا الاوضه هنا نظيفه اهي زي ما وريت لكم قبل كده، هي كانت نظيفه ما فيهاش اي حاجه اهي. انا بس شلت الحافظه هنا عشان هي ما كانتش نظيفه، طلعتها بره عشان انضفها. وهنا طبعا السجاده نظيفه ما فيهاش اي حاجه اهي. الاوضه نظيفه كلها. وطبعا بره هنا بصوا، هنا شلت برضو الحافظة زي ما قلت لكم عشان انضفها. وهنا طبعا كاسات كده بتاعت جوزي عشان هو بيلعب كورة فبياخد كاسات، فهو حاططها هنا كده بس. فهنا طبعا الدنيا نظيفة اهي وخلاص، مفيش اي حاجة في الصالة، والصالة نظيفة وكنست السجادة اللي كانت هنا. طبعا اوضة النوم زي ما وريت لكم احنا عملناها مع بعض، فاهي انا قافلاها. وكمان المطبخ قفلت كده الستاره عشان انا خلاص خلصت. مفاضلش بس غير ان انا ايه يعني ارص بقى الاطباق والحاجات مكانها، بس انا سايباها لما تتصفى شويه وبعد كده انشر بقى الغسيل ده. بس طبعا هنا اللعب بتاع جوري حطها لها في كرتونه كده وسايباها هنا بس. فانا دلوقتي بقى ما فاضلش اي حاجه، هي جوري اهي كمان معايا. انا كده دلوقتي بقى ما فاضلش اي حاجه غير ان انا انشر الغسيل ده، وان انا احط بقى الاطباق والحاجات زي ما قلت لكم في اماكنها يعني. فانا كده خلصت بقى الروتين بتاعي معاكم النهارده. فيا رب كده الفيديو لو عجبكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لايك للفيديو ده، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني جديد على خير، ومع السلامه.